تكبد المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات خسارة قاسية أمام المنتخب الألماني سيدات في مباراته الأولى بكأس العالم للسيدات المقامة بأستراليا ونيوزيلندا. فمنذ البداية بادرت لاعبات المنتخب الألماني بالضغط على المنافس بزيادة في إيقاع المباراة عن طريق سرعة لاعبات المنتخب الألماني خاصة عبر الأجنحة لتنجح في هز الشباك بعد خروج خاطئ من الحارسة خديجة الرميشي بضربة رأسية محكمة من المهاجمة أليساندرا بوك في الدقيقة 11 من المباراة. بعد تسجيل الهدف تحركت لاعبات المنتخب المغربي للتعديل بالاعتماد على الهجمات المضادة السريعة عن طريق غزلان شباك وروزيلا أيان، وكما اصطدمت بدفاع متكك ومنظم لتعود اللاعبة بوب في الدقيقة 38 من إضافة الهدف الثاني مستغلة أفوة دفاعية، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الألماني بهدفين دون رد. دقيقة واحدة بعد بداية الشوط الثاني تتمكن اللاعبة كلارا بوهل من توقيع الهدف الثالث في غفلة من الدفاع ليزيد من معاناة لاعبات المنتخب المغربي. وفي الدقيقة 52 يحرم التصور المتألقة أنيسة الحماري من دخول التاريخ بعد تسجيلها لهدف تقليص الفارق. وخيبة أمل المدرب رينالد بيدروس. دقيقتان بعد ذلك تتمكن اللاعبة حنان آية الحج من توقيع عن هدف رابع ضد المرمى، لتعود اللاعبة ياسمين لمرابط من إضافة هدف خامس على زميلتها خديجة الرميشي في الدقيقة 78 معلنة الانهيار التام. وفي الأنفاس الأخيرة من المباراة تختتم اللاعبة شولير مهرجان الأهداف بهدف سادس، لتطلق بعدها الأمريكية توري بنسو صفارتها معلنة نهاية المباراة بحصة ثقيلة 6 أهداف مقابل لا شيء. قوة وخبرة اللاعبات الألمانيات أظهرت الفرق الواضح بين المنتخبين، وحظ أوفر في باقي اللقاءات.